ابنك الرايتنج بتاعه شكله حلو جدا ومليان جمل كتير وبرضه لسه بيجيب فيه جريدز قليله، تعال اقول لك ليه. السلام عليكم، انا احمد مكاوي IGCSE انجلش انستراكتور. كتير من الستودنتس بيحاولوا يكتبوا لونج سنتنسز او جمل طويله عشان يبان ان مستواهم في الرايتنج ادفانسد، ولكن للاسف بيقعوا في الفخ، وهو ان الباراجراف بيكون مليان جرامر ميستيكس او ان الجمل نفسها مش مفهومه، وبالتالي الباراجراف بيتحول من جمل لطلاسم. طيب ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، وهو بكل بساطه one idea equals one sentence. يعني ايه الحل ده؟ يعني كل سنتنس بتعبر عن فكره واحده بس. كمان السنتنس لازم تبدا بسبجكت وبعديه فيرب، وكمان لازم نطبق الرول اوف سبجكت فيرب اجريمنت. الستودنت لما يطبق الرول دي الرايتنج سكيل عنده هتتحسن بشكل كبير جدا، ومع الوقت هيقدر يوصل للكومباوند والكومبلكس سنتنس بكل سهوله لانه بدا صح وبشكل تدريجي. وخليني اقول لك مثال بسيط. ستودنت كاتب وبيقول my brother he is going to school he plays football because he like playing it. جمله زي دي كفيله ان هي تجيب سكته قلبيه او شلل نصفي لاي اكزامينر هيقراها. الصح اننا نقول my brother goes to school he likes playing football because he is good at it. لما طبقنا الرول البسيطه اللي قلنا عليها في اول الفيديو وصلنا لجمله منظمه وبشكل احترافي. لو مهتمين تعرفوا اكتر عن الاي جي انجلش تابعوني هنا، كل فيديو هيكون فيه تابس سهله وبسيطه، وان شاء الله هتشوفوا الفرق في مستوى اولاد. وخلي البدايه صح عشان النتيجه تفرق.